أولا أود أن أوجه رسالة إلى زميلي بالفريق أيمن حسين، أتمنى له الصحة والسلامة. نحن جميعنا معك وندعمك وسعيدين بسماع الأخبار الجيدة عنك. المباراة الأولى صعبة في التصفيات، لكن حققنا المهم وهي النقاط الثلاث، وربما هنالك من أشكل على الأداء. نعلم بأننا لم نعطي كل ما لدينا، لكن شاهدت كيف هي نتائج باقي المنتخبات، ودائما ما تكون المباراة الأولى صعبة في التصفيات الآسيوية. الحمد لله، هو شرف لي بأن أكون أول عراقي في الدوري الإنجليزي، وهي لحظة جميلة بالنسبة لي. وإلى الجماهير العراقية، أنا أود أن يرى الجميع بأنه لو فكرت ووضعت جهدك والتزامك في العمل الشاق من أجل تحقيق أحلامك، وأنا أود أن أكون قدوة إلى اللاعبين العراقيين الشباب، وهذا كل ما أحاول فعله. هي تجربة رائعة، ولكن أنا مجرد لاعب في الفريق. بالنسبة لمباراة الكويت، لم نخض إلى وحدة تدريبية واحدة، وسنحاول أن نحلل المباراة التي خضناها. وأنا سمعت بأن هنالك ديربيات خليجية بين العراق والكويت قديما، وسنحاول العمل أكثر في اليومين القادمين، وإن شاء الله سنحقق الانتصار.